جوز مدربين حرفيا كل موسم ينزلوا يدبوا في بعض كده ويتخانقوا مع بعض ويعملوا مشاكل مع بعض. جوز مدربين قلبوا الدوري الانجليزي خلوه سيرك ليهم. يعني ايه؟ يعني هو مبقاش فيه في الدوري الانجليزي غير، يعني هو مبقاش فيه في الدوري الانجليزي غير ليفربول ومانشستر سيتي. هي دايره كده هي دايره كده بينهم من 2016 وبدأوا بقى خلاص يخشوا في المعمعه وكل واحد يتعرف على الدوري الانجليزي وقوه الدوري الانجليزي، وزي التاني يعرف يخطف. وجوارديولا اللي يهتم بالمعدات البدنيه والمدربين البدني والاحمال، ان هو الدوري الانجليزي قوي، مش هو الدوري الالماني ولا في نفس قوه الدوري الاسباني. ويورجن كلوب، يورجن كلوب اللي جه من دورتموند والدوري الالماني، اتفاجئ بقوه الدوري الانجليزي وبدا يبني فريق وبدا يعلى معاهم واحده واحده لحد ما الاثنين ابتدوا يخبطوا في بعض. الاثنين اجبروك على احترامهم، اجبروك ان انت تشاهد كوره ممتعه، كوره منافسه شريفه فعلا. فخلينا نقول، فانزل اشترك في القناه، فعل زر الجرس، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. يلا بينا. اكاد اجزم ان الفريق الوحيد، ان الفرق اللي بتنافس على الدوري الانجليزي اللي عانى حرفيا من الفار، مش الفار زعده، لا ده هو عانى بوجود الفار في الدوري الانجليزي والغلطات اللي بيغلطها الفار، سواء في ماتش توتنهام تمام والتسلل اللي منعه هو صح 100%، وماتش امبارح بتاع الخبطه اللي دوكو لعبها في صدر ماك اليستر. المفروض الفار ده موجود في الدوري الانجليزي او موجود في اي دوري، في اي دوري في العالم، ان هو بيساعد على عدم وجود اخطاء. مش بقول لك مش بنسبه كبيره، بس يعني يحسن الاخطاء، يحسن ان مفيش في اخطاء كتير تمام، ويساعد الفرق انها تاخد حقها. الا مع ليفربول جاي عكسه. وفيها حاجات كتيره بتحصل في الدوري الانجليزي مع الفار السنه دي يخليك ان انت مش متخيل ازاي ده اقوى منافسه في العالم، اقوى دوري في العالم، بيحصل مع الشكل ده، والاخطاء التحكيميه الساذجه بالشكل ده. يعني انت دلوقتي الحكم واقف شايف دوكو بيرفع رجله في صدر ماك اليستر، هي مش مستاهله اصلا ان انت ترجع للفار. ده المصيبه الكبيره بالنسبه لي انه لما رجع للفار، الفار ما حسبهاش. ازاي ازاي ده انتوا خلاص، ده ماتش يعتبر هو ماتش الدوري، ماتش الدوري اللي هيكسب فيهم خلاص يعتبر بنسبه كبيره جدا او تكاد تكون 50%، لان في ارسنال كمان بس تمام، هو كسب الدوري. فانت المفروض كحكم، هي باينه زي وضوح الشمس، باينه كده. لو حطيت ايدك على عينيك كده انت هتحسبها، ما فيهاش اي كلام. جوارديولا كان نازل الشوط الاول نازل بغباء، نازل بص انك لميت وانهم لميتون، نازل بص انا بيهاجم تقريبا بست لعيبه او هو دايما بيهاجم بالفريق كله. بس الفكره اللي انا مش متخيلها لحد دلوقتي من جوارديولا، ان انت بتلعب بجوليان الفاريز، بتلعب بدي بروين وبرناردو سيلفا وفودين. طيب انا بشوف دايما ان فكره كدي بروين والفاريز في الملعب هي مش مجزيه تماما مع جوارديولا، وكمان هو بيصمم على الموضوع ده، بيصمم على الموضوع ده بشكل كبير جدا. طيب هو كان رامي الفاريز ناحيه الوينج ليفت، وبالرغم ان انت عندك جيرمي دوكو مرمي كمان على الدكه، فانت خلاص طب ما ليه الفاريز؟ طب ما انت تخلي الفاريز ورقه رابحه معاك، سواء يلعب مكان هالاند او سواء يلعب مكان دي بروين اللي انت بالمناسبه طلعته في الشوط الثاني. وحصل لقطه جميله جدا وانا احترمت جوارديولا فيها، ان هو بيحافظ على ان اللاعب احسن لاعب عنده في الفريق او لاعب هو راسم الفريق كله عليه، اللي هو دي بروين. راح ما لقى دي بروين طالع زعلان من الملعب، راح قعد يواسيه والدنيا الدنيا معاه وخلاص الموضوع اتلم. عكس مدربين تاني اللي هنتظر ياخدها، لكن جوارديولا فعلا هو فيلسوف ودماغه كبيره، وعرف يحوط الموضوع وعرف ينهي الموضوع عشان الاعلام ما يقعدش يتكلم بقى كل سنه، وزي ما حصل قبل كده في نهائي الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت ضد انتر، وقالوا الخناقات اللي بينك وبين دي بروين والقصه الفارغه دي كلها. فبصراحه اللقطه بتاعت دي بروين ولما جوارديولا راح يواسيه على اللي هو طلعه، انا احترمته جدا 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 حرفيا. هي دي المدربين اللي بتحافظ على عناصر الفرقه بتاعتها، بالذات هو شايف ان هو داخل على مرحله صعبه جدا من منافسات دوري والتشامبيونز ليج، والدنيا هتبقى قدامه كبيره جدا. نرجع بقى لفكرتنا تاني، انت هالاند دلوقتي ما عملش اي حاجه خالص في الماتش بتاع امبارح، هو ما كانش ليه اي وجود خالص، فكان الاحق ان هو يطلع وتلعب الفاريز اللي هو من وجهه نظري الراجل ما بيبخلش عليك باي نقطه عرق في الملعب، وتخليه هو المهاجم وتطلع هالاند تمام، وتنزل دوكو، وتبدا بقى ترسم خطتك بشكل صح. اللي انا شفته في الشوط الاول انعكس تماما على الشوط الثاني، يعني هو زي ما يكون هي ماشيه شوط وشوط، وللاسف كل واحد جابها او سجل هدف وما عرفش يستغل بقى الماتش. يعني انت كجوارديولا كنت مسيطر تماما على نص الملعب، كنت نازل عمال تهاجم، وقدر ان انت جون ستونز يعرف يسجل الجول الاولاني. فانا كنت متخيل ان ده اللي هيحصل في الشوط الثاني، اتفاجئت بشكل كبير جدا
ان كلوب هو اللي نزل مسيطر على الماتش، هو اللي مسيطر على نص الملعب، عمل تغييرات ساعدته. مع ان برضو خلينا نقول التغييره اللي ما عجبتنيش هي تغيير داروين نونيز، لان انا مش شايف ان جاكبو ليه اصلا ليه صله معانا في الدنيا ولا في الحياه ولا في المجتمع ولا في اي حاجه. جاكبو ده ما هو الا عالة زي برونو فرنانديز وراشفورد في مانشستر، فجاكبو هو العالة الكبيره في ليفربول. على الاقل داروين نونيز الكرات الهوائيه كويس فيها، ممكن يعرف يخطف لك واحده ماشي، هو بيضيع وساذج شويه في حوار الفرص اللي بتضيع، بس ما احسن، على الاقل هو احسن بكتير من جاكبو. فكان استمرار داروين نونيز افضل بكتير جدا من طلوعه ونزول جاكبو. بنت قدرات جاكبو جدا في الكره اللي جات له في الاخر وبصاها لمحمد صلاح، لما محمد صلاح لعب من السيتي دخل عطله فيها. بنت قدرات جاكبو وضحت للجميع. ودايما انا بقول لك ده مش لاعب يلعب دوري انجليزي. انا ضد ان اي لاعب من فرق اياكس او فرق الدوري الهولندي، اي لاعب اي مدرب يجي يلعب في الفرق الطب في الدوري الانجليزي. في الموضوع لا، الموضوع صعب جدا معايا، وبنت دلائل كتير جدا في الفتره الحاليه. فالمستويات بعيده كل البعد، بعيده جدا. ما ينفعش اجيب لك لاعب من هنا من دوري هولندي اروح جاي حاطه في الفرق التوب سواء ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ولا مدربين ولا اي حاجه خالص. محمد صلاح الكينج بتاعهم، وحرفيا انا شايف ان وجود محمد صلاح ادى تقل كبير جدا في خط الهجوم بتاع ليفربول. انا مش مدرك ليه كل ماتش محمد صلاح وبرناردو سيلفا، محمد صلاح وبرناردو سيلفا يتخانقوا. ايه يا عم برناردو في ايه؟ ما هو عارفين ان هو مأكلك النجيل، عارفين ان هو بيكحفك وراه، بس برضه ماين لنفسك. ما انتوا بتلعبوا يا جماعه ماتش، انتوا بتضربوا في بعض، المدربين بتاعكم بيضربوا في بعض. فعادي يعني يا عم برناردو، عدي الدنيا كده وسهل الدنيا ومشي معاك ومشي الدنيا. لكن انت كل ماتش تعمل مشكله مع صلاح وصلاح يسففك التراب بتاع النجيله او ارض الملعب وهي ماشي. لك ان تتخيل الانفراد بتاع لويس دياز ده كان كانوا عرفوا ليفربول تسجلوا هدف. لك ان تتخيل كانت الدنيا تبقى عامله زي على مانشستر سيتي من كم الضغط اللي بقى عامله يورجن كلوب عليه. انا ما شفتش في حياتي جوارديولا بيعاني قدام حد زي ما عانى قدام السنه اللي فاتت قدام انزاجي، وبيعاني في ماتشاته دايما من الضغط اللي بيعمله يورجن كلوب عليه. حاسس ان يورجن كلوب بقى هو بص حافظ كل دماغ وكل اللي بيدور في دماغ جوارديولا. ما حدش في العالم عرف يعمل مع جوارديولا زي اللي بيعمله يورجن كلوب معاه. عشان كده لك ان تتخيل اصلا قبل اي حاجه، لك ان تتخيل ان عدد مرات فوز يورجن كلوب على جوارديولا 6 مرات، وجوارديولا على يورجن كلوب 5 مرات بس. فده بيديك التفوق الذهني والاستعداد التام اللي بيجهزه يورجن كلوب للاعيبته لما بيجي يلعب مانشستر سيتي او بيجي يلعب جوارديولا. يعني لك ان تتخيل لو دياز بس سجل امبارح كوره من الكور اللي جات له دي، كان الجماهير ليفربول زقططت. الدنيا بقت بص بقوا ماشيين مش شايفين حد. يا ارض تهدم عليك قد احنا اول الدوري وخلاص الدوري هيقرب، بعد ما نزلوا مركز ثاني. ارسنال بقى هو في المركز الاول ب 64، ومانشستر سيتي وليفربول بقى 63. بقول ضرب نار جاي الايام الجايه. اللي مش هيلحق نفسه واللي مش هيركز هيشيل هيشيل بالكيلو ايه بالكيلوهات. فالدنيا كده تهدى مع الرجاله، وما هيفضلوا الخناقات بقى الجايه فتره كبيره. هو الماتش بتاع امبارح انا كنت شايف ان هو ليفربول اتظلم بشكل كبير جدا، تمام، والفار ظلم ليفربول بشكل كبير جدا. ولو الفار كان حسب البيلين بتاع امبارح والتسلل او الهدف بتاع توتنهام اللي حسبه تسلل على ليفربول، كان المنافسه هتبقى اشرس من كده بكتير جدا بكتير. دلوقتي ارسنال راكبه الدوري وفرق نقطه ما بينها وما بين ليفربول ومانشستر سيتي. الايام مخبي لنا ايه؟ طب المنافسه رايحه فين والدوري رايح فين وجاي منين؟ يعني مش كله يعيش الوهم والدوري ومانشستر سيتي تكسب الدوري الانجليزي، لان الدنيا صعبه جدا مع الثلاثه بيخنقوا في بعض حرفيا وبيضربوا في بعض. وبصراحه ده بيديك احساس ان انت تشوف مشاهده ومتعه في الدوري الانجليزي جايه بشكل كبير جدا وبصوره حلوه جدا. فخلينا نشوف الايام الجايه اللي هيحصل، وانا اتوقع بنسبه كبيره جدا ان بقول لك الثلاثه هينفخوا في بعض، واللي هيقع منهم ما يشيلش بقى غير نفسه. اللهم بلغت اللهم فشل. بس كده يا جدعان وصلنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله مش هتبقى اخر النهايه. رمضان كريم على حضراتكم جميعا، وكل عام وانتم بالف خير. نستنى دعمك ليا انك احيانا تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والناحيه الثانيه هتضغط لايك على الفيديو. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.